السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على طلب ديال الرخصه ديال البني وشنو هما الوثائق وشنو خصك دير باش تاخذها. معكم عصام وكيل عقاري، تنقدموا الوساطه العقاريه والتسويق العقاري في مدينه سلا سيدي علال البحراوي. كذلك تيفلت المكتب ديالنا تيتواجد في سيدي علال البحراوي في جنان الامال مور محطه ديال زيز مجاورين للغابه ديال الفيلين. البيرمي دو كونستخوير الا بغيتي تخرج الرخصه للبني خصك تتبع بعض الخطوات والمراحل. اولا يعني جمع الوثائق الخاصه بملف طلب رخصه البناء اللي هي شهاده الملكيه. هذه الوثيقه تستخرج من المحافظه العقاريه اذا كانت البقعه محفوظه، اما اذا كانت غير محفوظه تيحل محلها رسم عدلي تيثبت الملكيه البقعه. تصميم المحافظه، وهذه الوثيقه تتخذها من عند الوكاله الوطنيه للمحافظه للاملاك العقاريه والمسح العقاري والخرائطي، او تنسحبوها الكترونيا من الموقع الرسمي. هذه الوثيقه تتوضح حدود البقعه والشكل والمساحه اذا كانت البقعه محفوظه، ومن الافضل الاستعانه بمساح طوبوغرافي باش يعطينا التصميم الطوبوغرافي في حدود البقعه والشكل والمساحه ديالها. تتخذ عند محلات القرب بحال التسهيلات المكتبات، ممكن تسحبوا منها جميع هذه الوثائق بكل سهوله. ثاني خطوه تتوجه للمهندس المعماري، وخص تكون داير في عقلك كيفاش بغيتي تكون دارك وتكون عندك تخطيط مسبق وعندك نظره مسبقه على التصميم اللي بغيتي ديرو في دارك، وتكون عندك فكره على مصاريف ديال المهندس المعماري. الخطوه الثالثه تمشي لمكتب الدراسات تيقوم بتصميم الخرسانه المسلحه، يعني البلان ديال الحديد، والمكتب الدراسات هو اللي تيتكلف بمراقبه كل المراحل ديال البناء من البدايه حتى المرحله الاخيره. تيمشي الملك للبقعه الجماعه تابعه لهذه البقعه لاداء الواجب المادي لرخصه البناء والواجب احتلال الملك العام وواجب الاراضي غير مبنيه والوقايه المدنيه. وبعد ما تتخلص في الجماعه تتحصل على رخصه البني ودفتر الورش اللي تيكون موقع من طرف المهندس المعماري ومكتب دراسات. الخطوه المواليه تتربط البقعه بالماء الصالح للشرب، او ممكن تاخذ الماء والكهرباء من اقرب جار وتدخلهم في وقت لاحق، وتمشي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واي شركه عندها تدبير مفوض لهذا الغرض بحال ريدال وداك امانديس ليديك، ويدخلوا لك تتخلص الواجبات تما. ولا الا كان ما كانش كان المكتب الوطني للكهرباء تتخلص فيهم. تقريبا هادو هما المراحل. وتيبقى البني اللي يعني البني واحد المرحله اللي متعبه نفسيا وماديا. الا كنتي راجل يعني معقول وتثق في الناس راه غادي تقولب، خص تكون هذاك الشخص اللي تيقولوا عليه راه ما مزيانش، راه ولد الحرام، راه قبيح، راه لا احد غادي يطلع على ظهرك الا كنتي مستقم، وراء اي واحد غادي يطلع على ظهرك الا كنتي حاني. وتنهضر حاني لانك غتكون درويش اكثر من القياس. يعني بنادم يوقف على الرزق ديالو، يكون قبيح، يهضر على حقه، ما يحشمش في حقه وما يتجاوزش الاخطاء، باش من بعد الناس اللي تيكونوا خدامين تيعرفوا انه راك باسل، راك قبيح، راك ما مزيانش بالنسبه لهذوك ولاد اللي خايبين. ملي تتكون تيعرفوك خايب ما تيطلعوش فيك، ما تيضرلموكش، ما تيحقروكش، ما تيتعداوش عليك، ما تيسرقوكش، ما تيضيعوكش. عرفوك العكس درويش الله يعمرها دار زوين، راه اللي جا تيقول بك في جميع المراحل حتى الفينيسيو. يعني تكون انسان صارم ما تجاوز، والحاجه اللي قلتيها وما دارتش ما تزاوجهاش كاع في خطره، تتعاود تتهضر عليها، تتغوت عليها، تدير عليها فضيحه ومصيبه باش يقولوا الناس هذاك ميكروب. لا 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 لا، ما ديرش هكاك، هذاك راه ميكروب بعدوا منه. لا لا لا، ما خصنا صداع. راه حنايا ولينا في هذا الوقت هذا ولينا العكس، هذاك الانسان الدرويش تيطحن وتتظلم وتتحقر وتتعفط عليه، وذاك الانسان القبيح الميكروب تدار ليه ألف حساب وتدار ليه احسن خدمه. يعني الانسان يكون منتبه لهذه الحاجه هذه. وعلاش تنقول الشطايري تيتعشى جوج المرات؟ يعني شي حوايج
شي حوايج راه واخا تكون حسكه واقف، راه ما غاديش ديرها بشي ناس، حيت تيكون الميدان ديالو هذاك راه تيكون الميدان ديالو ما قاريش. خليني راه تكون قاري وتكون واعي وتكون تكون مفورمي في دومينات اخرين، وتجي الدومين ديالو هو يقول لك والله تيقول. هي في شي حوايج مثلا في شي خدمات، مثلا نقولوا حنايا باغ اكزومبل الزليج، تيقول لك شي واحد مثلا انا تنخدم الزليج ب 40 درهم، تنقول ليه شوف انا ما نتشاطرش معاك، قلتي 40 درهم خرجتيها من فمك، ولكني راه شديد الملاحظه، والعينين ديالي تنهضر على نفسي انا، العينين ديالي تيشوفوا غير الحاجه الخايبه، ما تنشوفش الحاجه الزوينه كاع في خطرها. يعني تيجيب الناس ديما كونتر عباد الله، ديما ماشي بحال الناس، تيجيو الناس تيشوفوا واه مزيان، تيشوف الحاجه تيشوف الحاجه الزوينه، هذا الشيء زوين، وانا هي ديك الحاجه الخايبه، ديك النقيطه الخايبه اللي ما بيناش لتا واحد هي اللي تيمشي ليها العينين ديالي فقط، هذيك الحاجه الخايبه. انا ما نتحاسبش معاك في الفلوس، نعطيك الحق ديالك، ما نتشاطرش معاك، ما نقولكش الله يرحم والدين انايا مزير وعندي مصيبه وعندي هادي وعندي والبكا والشكا، ما نقولكش، واخا نكون تنتقطع واخا نبيع الكلاوي ديالي، ولاني غادي نتحاسب معاك على الكبيره والصغيره، ما غاديش ندوز لك واحد الحاجه. الا قلت لك بغيت جليج بغيتو 45 كيتلاقى 45، راه ما تجيش دير ليا تبان ليا لاباط غادي حمراء طالعه، راه بغيت 45 سي بغيت ال 45 صافي، راه ما غاديش ندوزها كاع، ما يهمنيش وما غاديش نتسامح معاك في داك الشيء اللي ضاع. يعني بحال هكايا، وفي هادشي تينطبق على اي حاجه. انا ما نتشاطرش معاك بزاف، ما غاديش تعطيني شي ثمن اللي كبير اللي كثير، ولاني راه غادي نتحاسب معاك على الكبيره والصغيره، وما غاديش نعطيك حتى انايا نص الثمن. الا كنتي ماشي يعني تتقول هذيك الخدمه ديال هذاك اللي تيشد هذا الثمن، انا بغيت هذاك الثمن اللي بغيت الخدمه ديالو، ما بغيتش هذاك الثمن ديال سلك، هذاك الثمن ديال ديباني، لا ديباني تتعلم اجي خدم معايا. وهادشي تينطبق على كما قلت على بزاف ديال الحوايج، ويصاوب الله.